السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وانصار شبيبة القبائل دائما في جديد اخبار الشبيبة لنهار اليوم. واستبعاد كوني ساروا بواليا يثير التساؤلات، لا يعانون من اي نقص بدني والكل كان ينتظر مشاركتهم طبعا. ومستوى ثلاثي السالف ذكره افضل بكثير منهم. مغادرتهم نهاية الموسم ليس حديث الساعة، ومستوى ضعيف للكناري طبعا، ونسيان الموسم الحالي ضروري. زيمباور لم يجد الحلول بعد طبعا. غربي يضيع أولى لقطات رأسية بركان بين أحضان لفقون. زيمباور غسل اللاعبين بعد نهاية اللقاء، لم يهضم الأنانية التي ظهرت على البعض منهم. مستوى فني ضعيف لنشاط بوعالية بن داود ومقدم كذلك. إدارة أقبو خصصت استقبالا كبيرا لوفد شبيبة القبائل، وموبيليس تقرر بعث مشروع مركز التكوين. طبعا لا ندري أين الخلل في شبيبة القبائل. زيمباور قال لك هناك العديد من الأمور التي سأعيد النظر فيها. بوجمعة في حاجة إلى التأقلم أكثر. هل الرجم يدفع ثمن عدم تمديد العقد؟ والإدارة القبائلية استحسنت الأمر ونحو مشروع توأمة بين الفريقين. نتمنى كل التوفيق لشبيبة القبائل، ولايك على هذا الفيديو كي يصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله.